هنعمل مع بعض جاتوه الشاتو ببيضتين بس في الخلاط، والصوص منه فيه صوص الشوكولاتة السايح بطريقة سهلة جدا ومقادير بسيطة موجودة معانا في كل بيت. لو أول مرة تزوروا القناة أهلا بيكم، أنا اسمي نانا. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، ولو لسه مشتركتيش في القناة أتمنى تشتركوا في القناة وسيبولي كومنت حلو وتقوليلي رأيكم ايه. ويلا نبدأ الوصفة ونقول المقادير مع بعض. معايا هنا اهوت كوبايتين من الدقيق المنخول، ومعايا بيضتين، ومعايا هنا اهوت كوباية من الزيت، كوباية من اللبن، كوباية من السكر، نص كوباية من الكاكاو الخام، ومعايا هنا اهوت كيس بيكنج باودر، وكيسين من الفانيليا الباودر. مقادير بسيطة جدا والطريقة سهلة جدا، مش هتاخد مننا اي وقت ولا اي مجهود. واول حاجة هنعمل مع بعض صوص الشوكولاتة. اول حاجة طبعا هناخد كوباية اللبن وكوباية الزيت وكوباية السكر ونص كوباية الكاكاو الخام، وهنعملهم في الخلاط بمنتهى السهولة. هنضربهم كويس جدا جدا في الخلاط قبل ما نحط البيض وقبل ما نحط اي حاجة. اهو ادي الصوص. طبعا بعد ما ضربناه في الخلاط هو دوت القوام اللي احنا عايزينه، بيكون بنفس الشكل دوت ونفس القوام دوت، لا اخف ولا اتقل. هو ده القوام اللي انا عايزاه بالظبط. وهاخد منه كوباية وهشيلها على جنب. دوت الصوص اللي احنا هنحطه فوق الكيكة بعد ما نسويها في الفرن. طبعا هنا اهوت معايا البيضتين، هبتدي احطهم هنا اهوت على الصوص هنا اهوت اللي انا خلطته في الخلاط، البيضتين، واقلبهم كويس جدا مع صوص الشوكولاتة اللي انا عاملاه، تقليب كويس جدا. وطبعا هنا اهوت هحط كمان الكيسين الفانيليا عليهم طبعا عشان اي زفارة، وهو طبعا مش هيكون في زفارة لان طبعا الكاكاو بيشيل اي زفارة من البيض. بس انا برضو هحط الفانيليا لان هي طبعا بتدي ريحة حلوة قوي للكيكة. طبعا بقلبه من اهوت بالمضرب، لو مضرب سلك او المضرب الكهربائي او الخلاط، يعني ايا كان. انا هنا ضربتهم بالمضرب العادي، المضرب اليدوي. طبعا هنا انا بحط الفانيليا واقلب كويس جدا 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 جدا. طبعا يا جماعة يعني مش مكلف، بيتعمل بطريقة سهلة جدا وبطريقة بسيطة جدا. مش هتكلفنا حاجات، كلها حاجات موجودة عندي في البيت، ولو اشترينا حاجة بنشتري حاجات بسيطة مش هتكلفنا كتير. بدل ما نشتريه من بره بيديني طعم حلو قوي قوي، طعم الجاتو بطعم جميل وتكلفة بسيطة ومش هياخد مني اي وقت ولا مجهود. طبعا هنا معايا نهوات الصينية بحط فيها زيت وببطنها بالدقيق. طبعا هنا الدقيق اللي احنا نخلناه كوبايتين من الدقيق، بحط نهوات البيكنج باودر عليه. طبعا بكون نخلاه، انا نخلته 3 مرات. طبعا كل ما بتنخليه كل ما بيديكي الكيكة بتبقى هشة معاكي وبتبقى حلوة. وحطيت هنا اهوت طرف معلقة صغيرة ملح، وببتدي احط هنا اهوت الصوص الشوكولاتة اللي معايا، اقلبه طبعا كويس. طبعا في الوقت دوت انا بكون مولعة الفرن على درجة حرارة 180، بكون مشغلة الفرن عشان يبقى سخن معايا. ما بشغلش طبعا الشواية خالص، لا هو الفرن بس. وبحط هنا اهوت الكيكة على الشبكة الوسطانية. طبعا ما بتاخدش وقت خالص في الفرن، هي ربع ساعة ما بتزيدش عن كده، ربع ساعة بس في الفرن وبتطلع، ما بتاخدش اي وقت معايا في الفرن. شايفين القوام؟ هو دوت القوام، قوام الكيكة اللي انا عايزاه زي ما احنا شايفين كده اهوت. كده انا خلصت خلاص الكيكة بمنتهى السهولة ومنتهى البساطة، ما خدتش مني اي مجهود ولا اي وقت اهوت.
طبعا انا مجهزه هنا اهوت الصينيه، مبطناها بالزيت والدقيق، وهبتدي هنا اهوت ايه احطها في الصينيه. شايفين ال الصوص الكيكه جميله ازاي؟ يعني هو دوت القوام اللي انا عايزاه، القوام المظبوط، هتديكي كيكه مظبوطه وهتديكي كيكه هشه وطريه وجميله جدا. اهي كده انا طبعا خرجت الكيكه من الفرن، طبعا زي ما قلت لكم ما خدتش وقت خالص، هي ربع ساعه وخرجتها. وطبعا وهي سخنه ببتدي ان انا اسقيها بنص كوبايه من اللبن اهيت، عشان تديني برضو ايه يعني ايه تبقى طريه معايا اكتر اهيت. طبعا اللبن دافي مع الكيكه وهي سخنه، تبتدي ان هوت الكيكه تشرب كل اللبن اللي انا حطيته. وطبعا هسيبها تبرد تماما. ممكن تحطيها في التلاجة لغاية ما تبرد خالص خالص، مش هنحط عليها اي حاجة لغاية ما تبرد معايا خالص الكيكة. وابتدي ان هوت اعمل هبتدي اعمل ان هوت الايه الصوص اللي انا هحطه فوق الكيكة. طبعا ان هوت كنا شايلين كوباية الشوكولاتة، وهحط عليها ان هوت ايه هحط عليها نص كوباية من الكريم شانتيه. طبعا هنا عشان تعزز لي الطعم. انا ممكن احط هنا الشوكولاته بدون اي اضافات، ما احطش كريم شانتيه، يعني ممكن ما تحطيش كريم شانتيه، لكن انا حطيت هنا زودت لها نص كوبايه من الكريم شانتيه. طبعا هتديني هنا برضو ايه طعم حلو قوي. وببتدي اقلبهم في بعض كده كويس جدا. طبعا بتحط لها سكر طبعا لان الكريم شانتيه اللي انا جايباه سايب طبعا بيكون ما بيكونش عليه اي سكر، وبنجيبه سايب. يعني السايب حلو قوي، كريم الشانتيه بيكون سايب وبيكون طبعا ايه ارخص من الاكياس، وبيديني برضو نتيجة حلوة قوي للصوص اللي انا بعمله. ببتدي ان هو طبعا اقلبه. لو طبعا لو لقيتيها تخينة بتزوديها شوية لبن، وبتركنيها خالص لغاية ما بتبرد. ممكن تحطيها برضو في التلاجة لغاية ما بنطلع الكيكة كده الكيكة طبعا هنا طلعتها من التلاجة. طبعا هنا بردت خالص. ببتدي هنا بقى احط الصوص اللي انا عملته اهوت، زي ما احنا كده ايه شايفين كده احطها كده من فوق. طبعا يعني جميلة جدا جدا جدا. لو مشيتوا بنفس الطريقة ونفس الخطوات ونفس المقادير هتطلع معاكم مظبوطة وهتطلع معاكم جميلة جدا. طبعا بعد ما حطيت الصوص الشوكولاتة، طبعا انا حطيتها في التلاجة لمدة ساعتين، سبتها خالص خالص لغاية ما مسكت معايا كده عشان اعرف اقطعها اهيت. هبتدي ان اقطعها من النص كده عشان ايه اقطعها زي الجاتو بالظبط اهيت. هتديني ان الصينية اقطعها هنا على قطعتين اهيت. قطعتها من النص كده وكده هتتقطع على قطعتين بالطول كده. طبعا طلعت جميلة جدا جدا جدا، والشكل جميل والطعم احلى واحلى زي ما احنا شايفين كده. ايه رأيكم بقى في الجمال؟ يعني بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا جدا جدا. وزي ما احنا قلنا عملناها بمقادير بسيطة وتكلفة بسيطة، وما خدتش مني اي وقت ولا اي مجهود، والطعم تحفة تحفة تحفة. طبعا لو عجبكم الفيديو ولو عجبتكم الطريقة، أتمنى اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كل سنة وانتم طيبين، سنة 2024 يا رب تكون سنة سعيدة عليكم، مليانة بالخير والسعادة. يا رب انتوا أحلى حاجة في حياتي، يا رب يديمكم نعمة في حياتي. أتمنى يكون الفيديو عجبكم والوصفة عجبتكم، ويكون الفيديو خفيف على قلوبكم. أحلى عيلة وأحلى اخوات، يا رب تحققوا كل أمانيكم في السنة الجديدة، وتكون سنة سعيدة عليكم، داخلة عليكم بالخير يا رب والسعادة. يلا بقى، عايزة لايكات وكومنتات حلوة كده تسعدني. ربنا يسعد قلوبكم يا رب ويفرحكم دايما.
دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في وصفة جديدة وفيديو جديد.